عمرك ما هتعرف تكون ثروة ويبقى معاك فلوس وتحسن من جودة حياتك لو ما بتطبقش الاربع مفاهيم دول، خصوصا المفهوم الرابع، لانه فخ بيقع في ناس كتير قوي وناس اعرفها معرفة شخصية. اول مفهوم: تجنب الديون، وهنا اقصد الديون الاستهلاكية اللي مش هيجي لك منها اي عائد، يعني الشيء اللي لما تشتريه بيفقد قيمته اول ما تستخدمه على طول. تاني مفهوم: عيش اقل من دخلك، بمعنى لو بتاخد 100 اصرف 90 وشيل 10 ايا كان دخلك. هتيجي واحد يقول لي طب ما هو ده دخلي بسيط واللي هشيله هيبقى ابسط فمش هعرف اكسب منه. هقول لك غلطان، لان المفهوم التالت بيقول استثمر في نفسك، بمعنى بالمبلغ البسيط ده انت ممكن تشيله وتاخد بيه كورس يعلمك مهارة في مجالك تزود من شطارتك من جودة امكانياتك، لانك ببساطة مش هتاخد اكتر من اللي خدته لو ما بتتعلمش اكتر من اللي اتعلمته. لان قانون المال هو ان المال ينجذب للقيمه، فالهدف بتاعنا ان احنا نزود قيمتنا. وما تقلقش، المال هيجي بعد كده لما يبقى لك قيمه، النولج تعلى وتكبر ويبقى في ابجريد طول الوقت، السكيلز بتاعتك تتطور، التجارب تكتر، فبالتالي تاخد خبره، فبالتالي الفلوس هتيجي لوحدها. المفهوم الرابع وهو اهم مفهوم فيهم كلهم: ما تحاولش تبهر حد. ناس كتير بتصرف فوق طاقتها عشان شكلها قدام الناس، عربيه اكبر من امكانياتها، لبس اغلى من احتياجاته، براندات هو مش قادر اصلا يشتريها، مستوى حياة معمول عشان يتشاف. انا اقصد عشان يتشاف، عشان يقربوا من ناس معينة اللي احنا بنسميهم المعارف. يقول لك انا عايز ادخل كوميونتي معين عشان ابني معارف. الحقيقة ناس كتير قوي بتصعب عليا لان فاهمة المفهوم ده غلط. الحقيقة ان المعارف ممكن تديك فرصة، ممكن حد يفتح لك الباب، لكن اللي هيخليك تفضل جوه هو مدى كفاءتك في الشيء اللي بتقدمه. انا لو صاحب مال وانت جيت لي واكتشفت انك من بره بس فاضي من جوه ما عندكش حاجه تقدمها لي، هعمل عليك اكس، عمري ما هخلي حد يتعامل معاك تاني ولا يثق فيك تاني. هتبقى شخص مستهلك، انت مش هتستفيد حاجه من الناس اللي انت بتقعد معاهم لو انت ما عندكش حاجه حقيقيه تقدمها لهم. فخليك فاكر دايما السر في قيمتك ومدى براعتك في الشيء اللي انت بتقدمه، مش في عربيتك ولا في لبسك ولا في المظاهر ولا الكلام اللي عمال يتردد بين الناس يقول لك المعارف المعارف وهي مش فاهمه الكلمه اصلا. وفي النهاية الأرزاق كلها عند ربنا، بس دايما خد بالأسباب واسعى صح، مش تسعى وخلاص. هو بس كده.